سنة 2006 طلع فيلم في المغرب وقتها ما تأهلتش لكأس العالم 2006 اللي كان في ألمانيا، ما وصلتش كأس العالم. المهم طلع فيلم، اتعمل فيلم مغربي في 2006. في 2006 اتعمل الفيلم اللي قدام حضراتكم ده، انهض يا مغرب. فيلم عادي جدا اسمه انهض يا مغرب. المؤلفة والمخرجة، مؤلفة ومخرجة مغربية اسمها نرجس النجار. نبأ الفيلم ان المنتخب المغربي هيلعب نص النهائي، هيوصل للمباراة قبل نهائي كأس العالم. الكلام ده من 2006. ولما الفيلم ده اتعرض في 2006 في مهرجان مراكش، النقاد المغاربة خصوصا سخروا من الفيلم، اتريقوا على الفيلم. والاغرب من ده ان هتلاقوا في الفيلم ده المدرب وليد الركراكي ضمن المنتخب المغربي وقتها، ومتصورين او يعني يعتبر ان هم يعني مشاركين كده شرفيا في الفيلم. هنوري حضراتكم المقطع، هتلاقي المدرب وليد الركراكي صورته وهو مع المنتخب، وكان مصطفى حجي بالمناسبة طبعا نجم الكرة المغربية كمان كان موجود. شيء غريب اهو، ادي قدام حضراتكم، ادي المدرب وليد الركراكي. يشاء العلي القدير ان الفيلم اللي من 2006 بيحكي على وصول المغرب لنهائي كاس العالم، والفيلم ده يكون فيه المدرب وليد الركراكي. وقتها كان بيلعب في منتخب المغرب وقتها. وهل هتكمل القصة وهيوصل للنهائي وهياخد كاس العالم منتخب المغرب زي ما الفيلم تنبأ؟ مش عارف. تعالوا نشوف المقطع مع بعض. المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم. يا أشبال الأطلس، يا زملاء جاد، أجدتم اليوم الاستفسار وأجدتم اليوم رسالة مشفرة تبعثون بها إلى سيف بلاتر لتقولوا ليس كلامك المعسول عندما لم نمنح حق تنظيم كأس العالم. ها هم أسودنا، ها هم شبابنا، ها هم اليوم في نهائي كأس العالم. الفرحة ستكون إن شاء الله عارمة في المغرب. أتخيل الفرحة في مراكش، أتخيل الفرحة في الدار البيضاء، أتخيل الفرحة في جميع أنحاء المغرب. الكل اليوم مغربي، العالم كله اليوم مغربي. قلوبنا لكم، تهانينا لكم يا زملاء جاد. أجدتم الرسالة وحملتم القميص أحسن تمثيل. بدمائكم، بعرقكم، بجهدكم قلتم رضا وأغلى وأحسن تتويج لا تضاهيه لا كأس العالم ولا جائزة نوبل. إنه تتويج وفرحة الجماهير المغربية. مشاهدينا الكرام، دقائق غد معدودة والحكم يعلن عن نهائي المقابلة، والمنتخب المغربي في نهائي كأس العالم. يا سلام، فرحة ما بعدها فرحة. اللي حضراتكم شايفينه ده من 16 سنة. حضراتكم متخيلين ان فيلم تنبأ بحدث زي ده ما يخطرش على بال حد ان انا اقول لحضرتك مثلا يعني ان احنا سنة 2000 معرفش كام و40 ان احنا هنكون هناخد كاس العالم. مش بعيد على ربنا، ولكن لما اجي اعمل فيلم على ده ان مصر تاخد كاس العالم سنه 2000 حاجه و40 اكيد تقولوا انت بتهزر يعني، ولكن ده فيلم وحصل يعني. وخلاص المغرب فاضل لها يعني 180 دقيقه، وان شاء الله ليه لا مش بعيد على ربنا يتحقق الامل ويتحقق نبوءه الفيلم المغربي.